خبر بمليون جنيه، خبر هيفرح كل محبي محمد ابو تريكة، كل مشجعي الكرة المصرية. مشجعي الكورة ملناش دعوة بأي حاجة تانية، بعيد عن أي سياسة، بعيد عن أي حاجة. محمد أبو تريكة اترفع من على قوائم الإرهاب. محمد أبو تريكة يقدر يرجع مصر. محمد أبو تريكة يقدر يتصرف في أموال. محمد أبو تريكة الإنسان الوحيد في مصر اللي مازال محتفظ بحب وعشق جماهير الكرة المصرية. 10 سنين محمد ابو تريكة بره مصر ومازال جماهير الكرة بتعشقه. 10 سنين محمد ابو تريكة مازال بيذكر مصر بلده بالخير. 10 سنين محمد ابو تريكة مازال بيقول نفسي ارجع بلدي. اتيتم محمد ابو تريكة وهو بره مصر، ولكن مازال عمره ما غلط في بلده، عمره ما ذكر مصر الا بالخير، عمره ما افتكر نادي من مصر الا بالخير. بيدافع عن مصر وهو في قلب قطر، بيدافع عن مصر قدام الاعلام، بيدافع عن مصر قدام العالم كله. محمد ابو تريكة رمز مهم جدا لكل جماهير الكرة المصرية. مش هقول للاهلاوية، مش هقول للي بيحبوا محمد ابو تريكة. محمد ابو تريكة النهارده اترفع اسمه من قوائم الارهاب، يوم عيد عند كل جماهير الكرة المصرية. انا بالنسبة لي واتمنى رسالتي دي توصل له، محمد ابو تريكة لازم يرجع ارض مصر تاني، لازم يرجع وطنه تاني. محدش يقول لي هيرجع يعمل ايه، محدش يقول لي هو عايش هناك في بدل وقصور، محدش يقول ان ابو تريكة مش ناقصه حاجة في قطر. لا، لازم يرجع هنا في مصر. ليه؟ تكريم لمحمد ابو تريكة، تكريم للجماهير المخلصة اللي بتحب ابو تريكة. يا تريكة، جماهير الكرة في مصر عمرها ما نسيتك. جماهير الكرة المصرية بتتمنى اليوم اللي تنزل فيه ارض مصر عشان يبقى احتفال، يبقى مهرجان. محمد ابو تريكة رمز ملوش مثيل. محمد ابو تريكة تاريخ عمر جمهور الكرة ما ينساه. محمد ابو تريكة شخصية وكاريزما وقدوة لشبابنا وولادنا. محمد ابو تريكة اللي عمرنا ما سمعنا العيبة تطلع من بقه. محمد ابو تريكة اللي عمرنا ما شفنا له لفظ خارج يهين اي حد. محمد ابو تريكة اللي عمرنا ما شفنا له مشكلة في الملعب مع اي شخص. محمد ابو تريكة اللي عمرنا ما شفنا اشارة بذيئة، اي حركة، اي اساءة لاي مخلوق. فمحمد ابو تريكة هيفضل رمز. فالنهارده محمد ابو تريكة اعلن عن حبه وعن احترامه وعن اخلاصه لوطن مصر في اكتر من مناسبة. محمد ابو تريكة النهارده بتترد له كرامته والناس بتعرف قيمته. ابو تريكة اترفع من قوائم الارهاب، وان شاء الله وباذن الله ما يكونش فيه اي قضايا تانية ضده، ويرجع ابو تريكة بلده مصر ويعيش فيها سالم امن غانم، ويفرح مع جماهير الكرة المصرية اللي ما زالت بتحبه.